اعتقد ان هو من اللاعبين في ظروف معينه في الماتشات الاوليه ما لعبش، من ظروف معينه مش هقدر اسمح بيها لان يا حلاوتك يا حلاوتك، انا كنت بدور على واحد زيك من زمان ولعني خلينا نتكيف. ماذا لو قلت لك ان كل لقطه عينك شافتها على الشاشه ما كانتش حقيقيه، وان الهجوم الشرس وجلد الذات والاتهامات اللي وجهناها لجهاز المنتخب بقياده الكابتن حسام حسن بتدمير موهبه اوروبيه فذه كانت كلها مبنيه على وهم وخدعه اداريه اخفتها الغرف المغلقه؟ الجمهور المصري والسوشيال ميديا والاعلام الرياضي عاشوا الاسابيع طويله داخل زنزانه سؤال واحد حرق دم الكل: ازاي منتخب مصر اللي بيموت على نص فرصه يمتلك جوهره تكتيكيه بتصنيفها الارقام العالميه كواحد من افضل اجنحه العالم في معدلات السرعه والمراوغه، ونسيبه يموت بالبطيء على دكة البدلاء؟ ازاي لاعب بيتفوق في السبرنتس والاختراق الفردي على اسماء بحجم كيليان امبابي ولامين يامال يفضل بره حساباتنا؟ كل جري ورا تفسير سهل. اكيد العقليه المحليه بتعاند المحترف. هو حسام حسن بيصفي حسابات وشكله ما بيحبوش. لكن المفاجاه المرعبه والبلوت تويست في الموضوع اللي قلب كل الموازين واللي هتعرفه في الفيديو ده ان كل الاستنتاجات دي طلعت غلط. حسام حسن ما كانش الجاني، بل ده كان ضحيه منتصره لثغره قانونيه كارثيه كانت ممكن تنهي حلم مصر في المونديال. حسام حسن بالفعل كان شاري اللاعب، واللاعب كان هيموت ويلعب، لكن الفيتو الاسود كان جاي من ورا البحار من مكاتب الفيفا وماضي اللاعب مع ديوك فرنسا. عشان نستوعب عمق اللغز لازم نرجع بالزمن لمباراه مصر وايران في كاس العالم 26. الماتش مشدود وكله على اعصاب، الجمهور في المدرجات وعلى القهوه كله بيغلي. فجاه الكاميرا بتروح على دكه البدلاء. حسب الروايه الرسميه والتصريحات اللي خرجت من عائله اللعيب ومن الناس القريبين منه، كابتن حسام حسن التفت لهيثم وقال له قبل نهايه المباراه بحوالي ربع ساعه، اداله الاشاره وقال له قوم سخن يا هيثم، جهز نفسك عشان تنزل تقلب الملعب. اللحظه دي الواد طار من الفرح، نزل جري على الخط، بدا يعمل عمليات الاحماء وعينه لمعت لانه اخيرا هينزل في المستطيل الاخضر. لكن فجاه وقبل التغيير بدقايق اللاعب كان واقف ومستني الحكم الرابع يرفع اللوحه الالكترونيه يجيله توجيه صادم من الجهاز الاداري: ارجع اقعد على الدكه مش هتنزل دلوقتي، عشان يدخل بداله الشاب حمزه عبد الكريم. الموقف ده اتصور صوت وصوره وبثته الشاشات للعالم كله. الاثر النفسي على شاب متربي في الملاعب الاسبانيه ومتعود على سيستم احترافي صارم كان مدمر بكل ما تعنيه الكلمه. مصادر مقربه وعيلته اكدوا ان اللاعب دخل في نوبه بكاء حد داخل غرف الملابس بعد صفيره النهائي، وحجم الاحباط خلاه ياخد رد فعل عنيف وصام. دخل على حسابه الشخصي في الانستجرام ومسح كل صوره بقميص المنتخب المصري. هنا الدنيا اتقلبت. ليه بنعذب ولادنا؟ ليه سافرنا فرنسا واسبانيا عشان نقنع لاعب بيمتلك 3 جنسيات انه يمثل مصر وفي الاخر نكسر نفسه على الخط؟ فضلت اللقطه دي هي الدليل الدامغ على مقصره حسام حسن لحد ما الحقيقه الدوليه ظهرت لنا. هنا بنوصل لنقطه التحول الاستراتيجي في القصه. كابتن حسام حسن ما استبعدش هيثم لسبب فني وما همشوش لعناد شخص. الحقيقه الصادمه ان الاداريين في المنتخب بالتنسيق مع الشؤون القانونيه اصطدموا بقنبله موقوته. ده كان قبل المباريات مباشره. السبب الحقيقي وراء فرمله مشاركه هيثم حسن في دور المجموعات ما كانتش ازمه باسبور ضايع او اجراءات ورقيه روتينيه في مكاتب القاهره. السبب كان ازمه اهليه رياضيه دوليه معقده في الفيفا. هيثم حسن زي ما كلنا عارفين مش مجرد لاعب مصري مخترع. الراجل ده مثل منتخبات فرنسا للشباب ولبس قميص الديوك في 16 مباراه رسميه مع منتخب فرنسا تحت سن 17 سنه تحت سن 18 سنه. شارك معاهم في بطولات كبرى تابعه للاتحاد الاوروبي مدرجه في اجنده الاتحاد الدولي لكره القدم زي كاس العالم للشباب وبطولات اوروبيه للناشئين. لوائح فيفا الخاصه بلاعبين مزدوجي الجنسيه اللي مثلوا منتخبات اوروبيه في مراحل الناشئين بتعتبر حقل الغام عشان تنقل الهويه الرياضيه الدبلوماسيه اللاعب من الاتحاد الفرنسي لكره القدم الى الاتحاد المصري. الموضوع بيحتاج مراسلات ثلاثيه معقده، موافقه كتابيه من الاتحاد الاصلي، واعتماد نهائي من لجنه اوضاع اللاعبين في الفيفا. قبل مباراه ايران وخلال دور المجموعات الاجراء الاداري ده ما كانش انتهى بنسبه 100%. يعني ببساطه شديده لو حسام حسن استجاب لعاطفته ودفع بهيثم حسن لمده دقيقه واحده في الملعب كان اي خصم هيقدم احتجاج رسمي للفيفا ومصر كانت هتخسر الماتش قانونيا 3-0 وتتخصم منها النقط. حسام حسن كان بيموت عليه وعايزه يلعب بالذات لانه لاعب مؤثر جدا، وده شفناه فعلا في مباراه استراليا، يقدر يغير رتم الفرقه كلها واللاعب نفسه كان هيموت ويلعب. لكن الفيتو القانوني ازمه الاوراق المعلقه هي اللي فرضت الديكتاتوريه الاداريه على دكه البدلاء. وعشان نفهم حجم القيمه الفنيه اللي اتحاد الكره والجهاز الفني حاربوا عشانها لازم نسافر لفرنسا وتحديدا يوم 8 فبراير سنه 2002. في اليوم ده اتولد طفل اسمه هيثم يسري فؤاد حسن في الاراضي الفرنسيه. عيله هيثم بتمثل توليفه وثقافه فريده جدا. الاب مصري اصيل من جذور نوبيه عريقه من قلب مدينه اسوان، والام تونسيه تفيض بالعروبه، لكن النشأة والتعليم في فرنسا. التركيبه دي جعلت الشاب هيثم بيمتلك قانون 3 جنسيات كامله في جيبه، المصريه والتونسيه والفرنسيه. بدا يلمس الكره في شوارع واكاديميات باريس. سرعه البرق شافته عيون كشافين نادي شاتور الفرنسي. هناك انطلقت مسيرته الاحترافيه والولد اظهر كواليتي ومهاره خلت مدربين منتخب فرنسا للناشئين يستدعوه فورا، وبالفعل مثل منتخب فرنسا تحت سن 17 و18 سنه ولعب بجانب مواهب فرنسيه مرعبه بتكسر الدنيا في اوروبا دلوقتي.
الوقت لما وصل لمرحله النضج وبدا يظهر في الفريق الاول، فتحت امامه بوابات الاختيار الدولي. الاتحاد التونسي لكره القدم ضغط بكل تقله في اغراءاته للاستفاده من جنسيه والدته. الاتحاد الفرنسي كان بيراقب تصاعد اسهمه علشان يدخله في برامج الشباب المتقدمه، لكن في مارس 26 حصلت نقطه التحول. تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده حسام حسن وعرضوا عليه مشروع تكتيكي متكامل. انت مش هتبقى مجرد رقم في القائمه، انت حجر اساس ومستقبل الجناح الايمن لمنتخب مصر في كاس العالم 26، والبديل الشرعي والوحيد للاسطوره محمد صلاح. من ده جذور الاب الاسواني انتصر، وهيثم وافق وفضل قميص الفراعنه على تونس وفرنسا، وبالفعل انضم للمعسكرات الوديه ولعب في مباريات السعوديه واسبانيا، وظهر بمستوى خارق للعاده خلى الجماهير تقول اخيرا مصر لقت الجناح الاوروبي الطائر. كل ده قبل ما تصطدم المسيره بقطار الاوراق القانونيه. تعالوا بقى نسيب العواطف والقصص الانسانيه على جنب، نتكلم باللغه التي لا تكذب ولا تجامل، لغه الارقام الصادمه والبيانات التكتيكيه المتطوره في الدوري الاسباني. ليه حسام حسن كان هيتجنن والاوراق معطله اللاعب، وليه كبار كشاف الانديه الاوروبيه حاطين عينهم على الولد ده؟ بص بقى المفاجاه اللي انت ممكن ما تصدقهاش، الاحصائيات الرسميه الصادره عن المواسم الاخيره لبطوله الدوري الاسباني بتاكد ان هيثم حسن لاعب ريال اوفيدو الحالي واللي اتنقل لهم في ريال الاسباني كرابع افضل لاعب في العالم بالكامل من حيث معدل ومؤشر المراوغات الناجحه 1-1. تخيل الرقم من الاحصائيات دي بتحطه في قائمه مرعبه مباشره خلف اسماء بتهز قاره اوروبا. المركز الاول والثاني والثالث بيتناوب عليهم الساحل البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد، واليمين يامال اعجاز برشلونه، وكينان يلدز موهبه يوفنتوس الايطالي. بعد كده بيجي في المرتبه الرابعه هيثم حسن. الراجل ده في بورصه اللاعبين قيمته السوقيه وصل ل 5 مليون يورو. بروفايله التكتيكي هو الجناح العكسي الكلاسيكي، لاعب طوله 175 سم، بيلعب بيمينه قط ضعيفه كدعامه، لكن قدمه الحيه والقاتله هي القدم اليسرى. بيتمركز على الجناح الايمن عشان يفتح الملعب، بيمتاز بقدره رهيبه على القطع في العمق عشان يصوب او يصنع تمريره خرافيه خلف المدافعين. الميزه التكتيكيه الاولى اللي بتموت اي مدرب في هيثم حسن هي السرعه المرعبه في المسافات القصيره والطويله. عشان تفهم حجم الفجوه الرقميه تعال نبص على احدث تقييمات شركه EA سبورتس لبيانات اللاعبين في لعبه فيفا الموسم الحالي، وهي بيانات بتتبني على قياسات بدنيه حقيقيه داخل الملاعب برادارات السرعه. سرعه الفرعون المصري محمد صلاح مقدره برقم 89، سرعه عمر مرموش مقدره ب 89، في حين ان تقييم سرعه هيثم حسن وصل لرقم اعجازي 92. الارقام دي بتقول لنا ان هيثم حسن بالارقام والبيانات الرسميه اسرع من صلاح ومرموش في حته السبرنت والانطلاق بالكوره، بيصنف كواحد من اسرع الاجنحه على كوكب الارض حاليا. الميزه الثانيه وهي الجراءه الفرديه والثبات الانفعالي تحت الضغط العالي. الكواليتي ده يكاد يكون منعدم في الجناح المحلي داخل الدوري المصري. الجناح المحلي عندنا لو استلم الكره على الخط ولقى قدامه بلوك دفاع من 2 لعيبه ولا 3 قافلين زاويه التمرير، بيخاف ويفقد الثقه ويريح دماغه ويرجع الكره لورا عشان يخلص من مسؤوليه الكره. لكن هيثم حسن في لقطاته كلها بيعمل العكس تماما، عنده برود اعصاب اوروبي غريب، بيستلم الكره من وضع الثبات التام او الحركه السريعه ويموه بجسمه ويخدع المدافع الاول ويعدي ما بين 2 مدافعين في مساحه لا تتعدى السنتيمترات، ويعمل 1-2 سريع مع المهاجم ويخترق قلب ال18. دي ميزه تكتيكيه صعبه جدا بتخليه حل سحري لفك التكتلات الدفاعيه. وهنا لازم نقف عند الوجه الاخر للعمله، طالما الولد كويس جدا للدرجه دي، ليه كابتن حسام حسن بعد حتى ما الاوراق بدات تتحل كان عنده بعض التحفظات التكتيكيه في توظيفه؟ البروفايل الفني لهيثم حسن رغم اعجازه الهجومي والمراوغ عنده 3 عيوب تكتيكيه قاتله في كره القدم الحديثه، وهي العيوب اللي محتاجه شغل من الاجهزه الفنيه. فتحت السجل الاحصائي لدقائق لعب هيثم حسن في الملاعب الاسبانيه هتكتشف مفاجاه غريبه. نادرا جدا لما بتلاقي هيثم حسن بيكمل مباراه 90 دقيقه، دايما المدربين بيستبدلوه في الشوط الثاني وتحديدا ما بين 45 والدقيقه 60. الولد بيستهلك طاقه رهيبه في المراوغات والسبرنتات في الشوط الاول، وبيقع بدنيا تماما ومعدل اللياقه بينهار في الشوط الثاني. في عصر كره القدم الجناح اللي ما بيدافعش هو عبء كارثه على خطه الفريق. لو انت من الناس اللي بتقعد تنتقد محمد صلاح وطول ما بيرجعش يغطي مع الباك، خليني اقول لك ان هيثم حسن في اسبانيا ما كانش بيرجع اصلا، ولو رجع ما كانش بيعرف يضغط ولا يستخلص الكوره. عشان كده بنلاقي ان تقييم صلاح الدفاعي في الفيفا هو 46، بينما تقييم هيثم حسن الدفاعي واقف عند 25. الرقم ده بيعكس كسل دفاعي مرعب لدرجه ان في 28 مباراه كامله في اسبانيا ما خدش غير انذار واحد، وغالبا كان انذار تضييع وقت نتيجه التحام او تدخل قوي، لدرجه ان مدربه في اسبانيا طلع في مؤتمر صحفي علني بعد ماتش هيثم كسب فيه رجل المباراه وصنع هدف، قال هيثم موهبه هجوميه ساحره، لكن لو مش هيتعلم يرجع يدافع ويساعد زمايله مش هيقدر يروح لانديه الصف الاول في اوروبا. والصراحه المشكله دي بدات تتحل مع منتخب. الراجل خطورته كلها كانت بتنتهي عند حدود خط ال18، يستلم يرقص يعمل عرضيه، لكن نستناه يدخل جوه الصندوق ويفنش الكره بدم بارد في الشبكه. الارقام لعب 28 مباراه، صنع 3 اهداف وسجل 0 في الموسم كله، سدد 32 تسديده منهم 8 بس كانت بين ال3 خشبات، ده غير انه ضعيف جدا في التحامات الهوائيه والضربات الراس، وده بحكم طوله وبنيته البدنيه النحيفه. لكن بعد انتهاء المعاناه الاداريه الطويله واستكمال كل الاجراءات والمراسلات القانونيه المعقده مع الفيفا لاعتماد اهليته الدوليه بتيشيرت الفراعنه، جاءت لحظه الحقيقه في دور ال 32 من بطوله كاس العالم 26 وامام منتخب استراليا العنيد. قرر كابتن حسام حسن اطلاق سراح الوحش المحبوس. انا عندي ثقه كبيره في هيثم حسن. اعتقد ان هو من اللاعبين
في ظروف معينه في الماتشات الاولانيه ما لعبش، ظروف معينه مش هقدر اصرح فيها لان في اطار الداخلي يعني كان في بعض الاوراق يعني هي دي اللي كانت عن طريق كتير. لكن في نفس الوقت هيثم مهم جدا، ومع زمايله صلاح والمجموعه كلها قدر ان هو فيه بفضل الله ثم في شغلنا ان احنا هو يخش مع التيم بسرعه. دفع بهيثم حسن كبديل في الشوط الثاني عشان يلعب 54 دقيقة كاملة، كانت بمثابة إعلان ولادة حقيقي لنجم مصر القادم في المونديال. في ال 54 دقيقة دي هيثم حسن قدم لنا وجبة أوروبية دسمة على أرض الملعب ونال إشادة من الجماهير المصرية والعالمية. لمس الكرة بقراءة وعمل 26 تمريرة منها 24 تمريرة صحيحة بدقة 92%. عمل ثنائية تاريخية ومرعبة مع قائد المنتخب محمد صلاح، هدت الدفاع الأسترالي بقوة، خفف الضغط تماما عن عمق الهجوم الفراعنة، كان بيقاتل على الكرة في خط التماس لدرجة إنه حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي نتيجة حماس واندفاع بدني، بيثبت إنه بدأ يستوعب الروح اللي بيطلبها منه حسام حسن في معارك المونديال. الماتش انتهى بالتعادل، مصر كسبت بركلات الترجيح، بس المستوى ده كان بمثابة صك البراءة. الكابتن حسام حسن مدرب طلع بعد الماتش في المؤتمر الصحفي وقال على وسائل الإعلام أزمة غياب هيثم ما كانتش فنية، كانت أزمة أوراق وإجراءات إدارية، وقدرنا ندمج اللاعب بسرعة. هيثم حسن هو إضافة ضخمة جدا لمستقبل منتخب مصر. في النهاية لازم ندرك معلومة شخصية سريعة بتشكل عقلية الشاب ده. هيثم حسن لغته الأم هي الفرنسية، اللغة اللي بيتكلمها بطلاقة 100%، بيتكلم إنجليزي بسيط جدا ومقصر، ما بيعرفش يتكلم عربي تماما. النوعية دي من اللعيبة مزدوجي الجنسية المحترفين في مدارس أوروبا محتاجة معاملة وسيكولوجية تكتيكية مختلفة تماما عن اللاعب المحلي. الشاب ده مش متربي في ملاعب ولا عاش في شوارع، يعني ما تقدرش تشحن طاقته بكلمتين حماس وشعارات محلية. يعني بمعنى لو شغلت له الأغاني المصرية بتاعتنا هو مش هيفهمها أصلا. الرابط اللي بينه وبين المنتخب هو الباسبور، والشعور بينه هناك مشروع حقيقي وكبير، هو بيمثل جزء من دروسه التكتيكية. تعالوا نبص على التجربة المغربية الاحترافية الشديدة، زي المغرب قدرت تقنع وتستوعب نجوم عالميين مولودين في أوروبا زي إبراهيم دياز وعبد الله الوزان وغيرهم. تقدير بسيستم بالاحترام الفني والنفسي. الحفاظ على هيثم حسن بعد ما فكنا شفرة أوراقه هو أمر بنفس أهمية إقناعه من البداية. مصر حاليا بتمتلك جناح أشول بمواصفات أوروبية وعنده 24 سنة لسه. لو بدأنا نشتغل على تطويره بدنيا ودفاعيا ورفع كفاءة الفينش بتاعته هنكون بنصنع بإيدينا البديل الشرعي والمستقبل الوحيد للأسطورة محمد صلاح، ونقدر إن شاء الله نستفيد بيه سنين تانية قدام. في النهاية وبعد ما اكتشفنا البلوت تويست الأكبر فكنا خيوط القضية وعرفنا إن أوراق فرنسا بتاعت 17 سنة فيتو الفيفا هم اللي حبسوا الموهبة دي على الدكة. حابب أعرف رأيك أنت في التعليقات. هل تفتكر إن الإدارة الرياضية في الاتحاد الكرة هي المسؤولة عن التأخير الكارثي في إنهاء إجراءات اللاعب قبل المونديال؟ كم من 10 تديها لموهبة هيثم حسن؟ وهل تتوقع إنه يقدر يعوض غياب محمد صلاح في المستقبل؟ قول لي رأيك في التعليقات، ما تنساش تدينا اللايك المتين واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا روح نام.